ماذا تعرف عن تاريخ الصومال؟ إذا كنت تعتقد أن الصومال كانت مجرد دولة فقيرة عبر تاريخها، وأنها لم تقدم أي دور بارز في تاريخ الإنسانية وفي تاريخ الإسلام، فاعلم أنك مخطئ في اعتقادك هذا. فالشيء الذي لا يعلمه الكثير منا أن الصومال وبحكم موقعها الاستراتيجي المميز كانت مركزا تجاريا غنيا منذ فجر التاريخ، وكانت الصومال تحظى بعلاقات مميزة مع كثير من حضارات العالم القديم منذ الألفية الثانية قبل الميلاد على أقل تقدير. فقد ارتبط الصوماليون بعلاقات تجارية كبيرة مع حضارات العالم القديم، مثل الحضارات الفرعونية والفينيقية والبابلية والفارسية والإغريقية والرومانية وغيرها من دول الجوار، مثل مملكة سبأ ومملكة حمير في اليمن، إضافة إلى مملكة الحبشة. ولمن كان يقلل من شأن الصومال فعليه أن يعلم أن الحفريات الحديثة أثبتت أن الصومال كانت موطنا لحضارة إنسانية متقدمة ابتكر فيها الصوماليون نظاما للكتابة منذ فجر التاريخ، ومع ظهور الإسلام انتشر هذا الدين بشكل سريع بين الصوماليين، وذلك لوجود علاقات تجارية قديمة بين التجار العرب والتجار الصوماليين. أما لمن كان يظن أن الصومال مجرد دولة هامشية في تاريخ الإسلام فعليه أن يعلم أن هذه الأرض قدمت للإنسانية بشكل عام وللمسلمين بشكل خاص أبطالا عظاما غيروا من مجرى التاريخ. كان من بينهم قائد صومالي كبير قاد بنفسه تحالفا إسلاميا عظيما للتصدي للغزاة الذين أرادوا سرقة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا نتحدث عن القائد الصومالي العظيم أحمد ابن إبراهيم الغازي. ما وهنا نحن أحمد المثنى في طريق المجد سرنا اسألوا التاريخ عنا.